السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصفات لو فيك فأنت ولي صالح من أولياء الله الصالحين، ولو في غيرك فهو ولي صالح أيضا من أولياء الله الصالحين. في هذا الفيديو هنعرفكم هذه الصفات لعل تكون فيك فتعرف أنك ولي من أولياء الله الصالحين، فلا تدعو على أحد ولا تؤذي أحد ولا تشاغل أحد بشيء. يعني لو حد أذاك ما تردلوش الأذى بكلمات أو بدعاء لأنك هتأذيه، ولو كانت في غيرك فتتجنبه أن تؤذيه أو تجرحه بكلام، لأنه ممكن تؤذى منه دون قصد منه. فأعرفكم هذه الصفات بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الفيديو بعد أن تشاركونا في الصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على رسول الله واضغطوا لايك لهذا الفيديو. اللي ما وضعش لايك يوضع لايك للفيديو، لأنه في ناس بتنسى كتير إن هي توضع لايك للفيديوهات. وركزوا معي، لأن الصفات دي ربما تكون فيك ربما تكون وليا من أولياء الله الصالحين وأنت لا تعلم، وأنت أيضا لا تعلمي، لأنه في أولياء الله الصالحين من الرجل والإناث. فأي صفة من هذه الصفات تواجدت في هذا الرجل أو هذه المرأة أو فيك أنت نفسك، فاعلم وتأكد أنك من أولياء الله الصالحين. أول صفة غير العبادات، يعني غير العبادات، العبادات متفق عليها لا خلاف. ما فيش ولي ما بيصليش، ما فيش ولي من أولياء الله الصالحين ما بيصومش، ما فيش ولي من أولياء الله الصالحين كذاب، ما فيش ولي من أولياء الله الصالحين عنده حقد أو بغضاء أو كراهية، ده متفق عليه. إلا طبعا بعض الأولياء الله الصالحين اللي هم بيسموهم مجذوبين، اللي هم بيفقدوا عقلهم ويمشوا في الشوارع ويحملون أشولة وجوالات فوق أكتافهم. فإحنا لا نتكلم عن هذه الفئة، إحنا نتكلم عن ولي الله الصالحين العاقل الفاهم اللي هو مش مجذوب ولا شيء. أول صفة من هذه الصفات هو تجد هذا الشخص مختلف عن نوعه في الفرح أو في الكره أو في الحزن أو في أي شيء. تجد أن هذا الرجل أو هذه المرأة مختلفين عن غيرهم، أو تشعر أنه من كوكب آخر يختلف. لا ممكن يعني لا فلوس تهمه، يعني ما معهوش فلوس لا يهمه، معاه فلوس أيضا لا يفرح عادي، ممكن يعطي في الجميع أمواله للغير عادي. يعني لو واحد مثلا طلب منه حسنة ممكن يعطيه كل ما في جيبه ولا يفتكر ذلك، ليس في باله أي شيء، لا مال في باله ولا ولد في باله ولا أي شيء غير حبه لله سبحانه وتعالى. طيب الصفة اللي بعد كده بتجد إنه الناس اللي هم أولياء الله الصالحين مستجيبين الدعاء، يدعون بأي شيء، لو دعوا بأي شيء يحدث كما دعوه بالضبط. يعني أذكر قصة من قصص أولياء الله الصالحين التي حضرتها في بلدتي. كان هناك وليا من أولياء الله الصالحين، وكان معه ابنه يعني الأصغر، وكان هذا الابن شقي جدا، فكان يتعبه جدا، وكان هذا الابن يعني يتعب هذا الولي. ففي إحدى المرات كنا جالسين مع هذا الولي الصالح، وقد جاء ابنه يتشاغب، وقال له: يا بني، يا ابني اسكت، يا حبيبي اسكت، يا بابا اسكت. ما فيش. قال له: روح يا ولدي يطصك موتوسيكل. عارفين انتوا الموتوسيكل او الدراجة البخارية؟ وبالفعل، وفي أثناء جلستنا خرج هذا الطفل أو هذا الغلام، كان عنده تقريبا 12 عام أو 13 عام، وبالفعل في نفس الوقت خرج هذا الطفل إلى الشارع فصدمه موتوسيكل أو دراجة بخارية فكسر ذراعه، فكما دعا عليه بالضبط حدث. فيكون هذا الولي مستجاب الدعوة. الصفة الثانية إنه هذا الولي مستجاب الدعوة. الصفة الثالثة إنه هذا الولي يحب الخير للناس، ما تلاقيه ما يكرهش الخير لحد أبدا، لا يحقد على أحد ولا يكره أحد، وتلاقيه هذا الشخص بيحب الخير للناس ويحب إنه يعطي للناس الشيء اللي هو على مصلحته. يعني لو في شيء أو في مصلحة لهذا الرجل وطلبها رجل آخر، رغم أنه هذا الولي محتاج هذه المصلحة، فمن الممكن أن يعطيها لهذا الرجل
ولا يعطيها لنفسه. فدي الصفة الثالثة من صفات أولياء الله الصالحين. بتلاقي برضو أولياء الله الصالحين فيهم صفة مهمة جدا، وهي صفة الاستغناء عن الغير. يعني مستغني عن جميع البشر، عن جميع البشر مستغني عنهم. الصفة اللي بعد كده بتلاقي أو بتشوف إنه في نور يخرج من وجه أولياء الله الصالحين. يعني في نور يخرج من وجوههم. النور ده بتلاقي دايما وجوههم منورة بذكر الله سبحانه وتعالى وتقربهم من الله سبحانه وتعالى، تلاقي وجوههم منورة. بتلاقي إنه الحيوانات تألفه وتحب هذا الرجل أو هذه المرأة، يعني تحب تجتمع. أنت عن نفسك تألف هذا الرجل وتستأنس به وتحبه، وعندما تراه تعانقه كده حبا في الله، كده تحس انك انت مجذوب لهذا الرجل بشكل لا تتخيله. فهذه ايضا من صفات اولياء الله الصالحين. فهناك صفات كثيرة لا عدد لها ولا حصر. نكتفي بهذا الجزء في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى. السادة المشاهدين، أحبكم بلا حدود وأتمنى من الله لكم التوفيق. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.